أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة ملخصات خيالية غير منطقية لبعض الأعمال الدرامية. وهنتكلم في فيديو النهاردة عن برومو مسلسل علي كلاي اللي من بطولة أحمد العوضي وعصام السقا ودرة ويارا السكري. المسلسل من تأليف محمود حمدان اللي كان كاتب له آخر أعماله زي فهد البطل وحق عرب وحاجات تانية كتير، ومن إخراج محمد عبد السلام اللي برضه كان مخرج لأغلب أعمال العوضي، واللي أنا عندي معاه شوية مشاكل يعني متعلقة بالإخراج. بس يلا المسامح كريم، وخلينا نبدأ صفحة جديدة. خلينا نروح نشوف البرومو ونرجع نفصصه حتة حتة. أنا وعيت على الدنيا من غير لا أب ولا أم، وبقيت الإمبراطور اللي أنت هازز طولك وجاي لي دلوقتي بتقول لي يا معلم علي كلاي. يمين بالله لجوع اهلك اللي ربوك واحد واحد. اقسم بالله لو عرفت ان انت ليك يد في اللي حصل ما هسيبك. منك لله يا اخي كسرت قلب اختي. ما هو اللي ما بيجيش بالجد بيجي بالهق. موت منصور الجوهري ده حقي انا. طب علي طرف الهوا شاشي وانت ما تدراش. كل بني آدم بيشوف الناس بعين طبعه، وانت طبعك وحش. انا اللي زي تسيب ما تتسد. انا غلطانه اني نضفتك وعملتك راجل. لا عاش ولا كان اللي يفكر يعمل كده في المعلم منصور الجوهري وانا عايش. انا مش هبعد عن علي مهما حصل. روح. تعمل ايه؟ لا 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 كده غلط. فاكر ملهاش اهل ولا ايه؟ ربنا يديك على قدك. قايس نفسك انت بقى. اضحك يا ابو علي خفيف. ملك ومالي يا دنيا، اهدي عليا شوية، واخداني اللي على الحامي ومغمياني عليا. ده وجع ولا دلع؟ يا اخي ده انا عملت كل ده عشان حبيتك. انا بحبك. اوعي تسيبيني اروح. البطل اللي بيعمل كل حاجة عشان خاطر حبيبته. يبقى جاهز خرجة علي كلاي. الحقوني يا ناس. شكر الله وسعي. هتعوم على عوم الدبار والخمرجي. اخلص. اهلك لا تهلك. روح مش هتشوف علي لاخر يوم في عمره. كده كده يا هتخلص يا هتخلص. شيليني من دماغك يا ميادة. الزمن ما بيننا يا علي. يبقى العين بالعين والسن بالسن والبادي ايه؟ البادي ايه؟ ريحنا عشان اريحك. امين يا معلمين. الاونطه. طبعا بداية التريلر بتقول إن المسلسل شكله في حي شعبي، وباين كمان إن المسلسل في قالب أكشن شعبي اللي إحنا متعودين عليه من العوضي، وطالع بدور ملاكم، وباين قوي من اسمه يعني. مش محتاجة حاجة يعني. وأول توقع ممكن أتوقعه إن العوضي هيطلع ملاكم سابق وبطل ملاكمة لأسباب هنعرفها في أحداث المسلسل. وبنشوف درة اللي باين من البرومو إنها هي اللي هتكون بتمثل دور الشر في حكاية محمود حمدان مؤلف العمل. درة أنا بشوفها ممثلة كويسة، بس محتاجة مخرج يوجهها صح ودور يكون مكتوب كويس، مش مجرد البنت الحلوة السطحية زي ما شفناها كتير في الأعمال الدرامية. أعتقد إن لو درة أتقنت الدور ده يكون نقلة في حياتها الفنية. طبعا العمل زي أعمال كتير من إنتاج الشركة المتحدة، وبنشوف في التريلر محمود البزاوي اللي عمل بالنسبة لي دور رهيب في مسلسل فهد البطل، وورانا شكل مختلف من الفيلن، وكنت متوقع ان العوضي هيبقى متمسك بوجوده معاه في اي عمل. بنشوف انتصار اللي دايما بتكون اضافه لاي عمل بتكون فيه، والغير متوقع بالنسبه لي هو وجود الكوميديان محمد ثروت اللي اتمنى ان اشوفه بشكل مختلف، لان كل ادواره زي بعضها من غير اي اختلاف. يارا السكري اعتقد انها في الحكايه بتمثل حبيبه البطل او الجانب الرومانسي من المسلسل اللي بنسبه كبيره عصام السقا طالع اخوها، واللي اتمنى انه يكون المره دي هو في دور الشر، عكس كل عمل بنلاقيه دايما صاحب البطل اللي هو بنقول عليه رفيق الرحلة. لكن أنا أعتقد إن إحنا هنشوفه السنة دي في دور مختلف تماما عن السنين اللي فاتت، لأنه فعلا ممثل شاطر وعنده حاجة مختلفة فعلا. باين من الأحداث إن دورها هتكون في علاقة مع العوضي وإنه هيكرف لها، وده يخلينا نفكر في حاجات كتير جدا، بس مش موضوعنا نأجلها بعدين. بيعجبني في العوضي إن كل سنة بيظهر معاه ممثلين فعلا شاطرين، ودي حاجة تدل إنه فعلا واثق من نفسه. لكن وجود ريم سامي علامة تعجب بالنسبة لي لأنها ضعيفة تمثيليا جدا، بس أتمنى أكون غلطان
ونشوفها بشكل مختلف السنة دي مع العوضي. باين فعلا إن هيبقى في خلاف كبير بين العوضي والسقا، اللي بنسبة كبيرة هيكون بسبب أخته اللي هي حبيبة العوضي أو مراته. لو اتكلمنا على الأكشن، شكله معمول بشكل كويس وفي تطور من ناحية الإخراج عن السنين اللي فاتت، لأنه لو اتنفذت صح بتخلي العمل يروح في حتة تانية. البتنجان اخد البرجر في حتة تانية. وأتمنى يبقى في منطق في مشاهد الأكشن، لأنه مش منطقي إن البطل يضرب 50 واحد في نفس الوقت. بنكمل مع بعض وبنشوف المطربة رحمة محسن، اللي باين جدا إنها هتكون طالعة بشخصيتها كمطربة، لكن هتكون إيه حكايتها أنا ما عنديش تخيل أقدر أقول لكم عليه. طبعا بسبب وجود رحمة هيكون المسلسل فيه أغاني كتير، واللي أتمنى إنه ما يقلبش مننا كليب زي فيلم حلم العمر، لأنها بتبوخ حقيقي. لفت انتباهي ظهور الشحات مبروك، اللي أعتقد إنه هيبقى طالع بدور مدرب عالي وقدوته. أنا عامة بحب تمثيل الشحات مبروك، وبيبقى طبيعي ومنطقي، وأقنعني فعلا بمشهده في بطل العالم، اللي لو حبيتوا نعمل عنه حلقة اكتبولي في الكومنتات وأنا هنزلها في أقرب وقت. في الآخر أنا حاسس إن علي كلاي هيكون مختلف عن أعمال العوضي الأخيرة، وتوقعي إنه هيكون من أفضل مسلسلات الموسم الرمضاني اللي هنكون معاكم فيه يوميا، وهنغطي فيه جميع حلقات المسلسلات عشان ما نضيعش وقتك في الشهر الكريم. لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل لايك وكومنت واشتراك للقناة. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة من شرح مفصل.